وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبته. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. بنفس الوضع قلت لكم هوريكم القوالب دي انا بعمل بيها ايه، وقلت لكم برضو هوريكم باقي مكسرات الشمع دي بعمل بيها ايه. فيديو مش هياخد اكتر من دقيقتين تقريبا، فيلا نصيح دول ووريكم. هنرجع نحطها على السخان. سخان مش نار، سخان مش نار، اديني قلت. والشمع المتكسر اهو. ده بقى باقي الشمع مثلا بتكون حته واقعه كده حته واقعه كده، فبلم كله بس وهنسيبه يسيح. بس هو كده ساح حبه صغننين. انا عندي قالب والتاني والتالت، بس هنبدأ بالتالت ده. نحطه مثلا في الوردة دي. لسه مخلصه الشمع. انا عدت الحته دي اكتر من 500 مره. لسه مخلصه الشمع. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، روحوا اتفرجوا عليه. دلوقتي بقى هقول لكم انا عملت ايه بدول. دول اهمت. تمام. اللي هو باقي الحاجات اللي متكسره. بصوا الشكل الورده، دي الشكل التاني، الشكل التالت، التلاتة لزقوا ببعض بس مش مشكلة. دي كمان دي. ودي الكوباية اللي بنحط فيها بقية الشمع المتكسر اهو. ودول بقى نبدأ نظبطهم. دي اهي. ودي الاشكال اللي عملناها بالشمع. روحوا بقى كملوا فيديو الفواحات وانتوا تعرفوا انا عملت ايه بالحتت دي. شكلها كيوت ازاي. الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبته. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. اقول حاجة في اخر الفيديو، سواء ده او بتوع الفواحات او بتوع الشمع او بتوع الزينة، كل ده مفيش حاجة ترجعي تستخدميها تاني من غير ما تكون مغسولة. لازم تتغسل، وكمان مش غسلة عادية، لازم تتغسل كويس قوي. تمام. هقولك ابسط حاجة، انا عن نفسي بعد ما اخلص
مش لازم اوريكم الطريقه ومش لازم اعمل لكم فيديو، مش عايز تغلبوا خلاص. بعد كده باخد القالب بعد ما بخلص، خلاص خلصت، باخد القالب احطه في طبق، في جردل، في اي حاجه كبيره. حطي القالب، حطي ميه سخنه، حطي ملح، حطي خل، وسيبيه يتنقع. طلعيه شويه صابون تلاقيه نضف. حلو، بسيطه وسهله. محدش يرجع يستخدم القالب تاني عشان محدش يقول لي القالب كده بس عشان لسه مستخدم، هيرجع ابيض تاني من جوه زي ما كان في اول الفيديو، وكان ابيض بسبب الخل اللي بنقعه فيه. حلو، باي.